قديسنا النهاردة قديس جميل جدا وشفيع للعمل والرزق. يعني لو عندك مشكلة في شغلك أو مش لاقي شغل اطلب شفاعته. وكمان في معجزة جميلة قوي في آخر الفيديو. تعال نعرف سيرة قديسنا النهاردة. اتولد قديسنا ميناس المصري في وسط القرن الثالث الميلادي. استشهد أيام الإمبراطور ماكسيمانوس من سنة 296 ل 304. من وهو صغير كان بيحب العسكرية جدا وكان نفسه يبقى فارس. ولما بدأ يكبر وتشد عوده دخل العسكرية، وكان قوي البنية جدا وكان منضبط في كل حاجة بيعملها وعرف المسيح كده. بقى حكيم جدا في كل تصرفاته وكان زاهد جدا. وفي الوقت ده جمع القائد الروماني فرميليانوس فرق كتير جدا من العسكر عشان كان بيمهدهم ان هم ينقلهم لأفريقيا الشمالية، وكان بيديهم توجيهات كان من ضمنها ان لازم الجنود يحذروا المسيحيين ويقبضوا على اي حد منهم ما يسمعش الاحكام قيصر. وكان من ضمنهم ميناس، كان نازل في فرقة في فرجية، دي كانت في آسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي. وأول ما سمع أوامر القيادة العسكرية العليا اتصاب بصدمة وكان متضايق جدا وحاسس بقرف منهم، فراح قام وخلع حذائه وراح رماه على الأرض وجري على الجبال، لأنه اعتبر إن السكن مع الحيوانات أفضل كتير جدا من اللي هو فيه دلوقتي. قعد قديسنا ميناس في الجبال وقت كبير جدا، وكان عايش ناسك عابد بيحب ربنا جدا طول الوقت، صلوات وصوم. وطبعا ساعدته تربيته العسكرية على ان هو يظبط ميوله، وكان دايما بيحارب اهوائه لغاية ما بقى قوي جدا في الروح وثابت وراسخ، وكان مستعد دايما للمهمات الصعبة. وفي الوقت ده جاله اعلان الهي انه حان الوقت ان هو يروح يستشهد. فرح قام ونزل للمدينة وراح للمكان اللي كان فيه الوثنيين بيحتفلوا. راح دخل بينهم ووقف وقال: انتوا مش عارفين ان مفيش غير اله واحد حقيقي هو المسيح؟ فوقوا يا بشر، فوقوا، مفيش غير اله واحد بس. اللي بتعبدوه ده مش اله، ده عبارة عن قطعة من الخشب أصم لا بيحس ولا فيه روح. ازاي بتعبدوه؟ فالناس كانوا مصدومين من كلامه وما كانوش مستوعبين اللي بيقوله. وأول ما رجعوا لوعيهم راحوا قاموا ومسكوه ونزلوا فيه ضرب وأشبعوه ضرب ولكم، وبعدين راحوا سلموه لحاكم المدينة. فالحاكم انتهز فرصة وقال نسلي الناس شوية بتعذيب شاهد آخر للمسيح. حاكم المدينة في الأول كان عايز يعرف مين ده، فراح قال لهم مين الواقح ده وإيه مكانته. فراح جاوب ميناس بكل جراءة وقال له: أنا من مصر واسمي ميناس وكنت ضابط في الجيش، لكن لما شفت عبادتكم للأوثان سبتكم ومشيت، وجيت النهاردة عشان أعلن لكم إن المسيح هو الإله الحقيقي وحده. فالحاكم راح مسك نفسه وحاول معاه الأول إن هو يهدده ويوعده بحاجات كتيرة جدا عشان يرجعه عن موقفه، فراح فشل لأن القديس ميناس رفض كل وعوده. ولما زهق الحاكم فراح سلمه للمعذبين، راحوا جلدوه بوحشية جدا وفركوا جراحه بقطعة شعرية خشنة، وبعدين راحوا قاموا بسلخه وحرقوه وحرقوا جنابه بالمشاعل، وبعدها اتفننوا في تعذيبه وقطعوا هامته، وبعدين راحوا ولعوا النار في بقية جسمه عشان يمحوا أثره خالص. لكن كان في مؤمنين قدروا يتمكنوا من انهم يستخرجوا بعض عظامه، وبعدين قدروا ينقلوها لإسكندرية. وزهورات القديس ميناس لا تعد ولا تحصى، وفي التراث معروف ان زهورات القديس ميناس وعجائبه لا تعد ولا تحصى، والناس المؤمنة عرفته ان هو معين ليهم في الشدائد والضيقات ومؤدبا للكفرة والمنافقين، وان هو كمان شفيع للرزق والعمل. وكان اي حد بيحصل له مشكلة في شغله او مش لاقي شغل كان بيطلب شفاعته والقديس كان بيتمجد معاه. وفي معجزة جميلة قوي للقديس ميناس المصري، معجزة إنجاب. واحدة بتقول: كنت متضايقة بسبب الشغل، وفي مرة بفتح النت لقيت صورة القديس ميناس المصري شفيع الرزق والأشغال والأشياء الضائعة، فسرحت وقلت لو بعتلي شغل وانا جبت ولد هسمي الولد على اسمك، وانا ما كنتش عايزة اولاد اصلا. وبعدها ربنا بعتلي شغل، وبعدها على طول كنت حامل. حاولت انزل الحمل لكن منفعش، وحلمت ان في شخص داخل بيضربني بيقولي ما تطلبيش ولد او بنت، اطلبي الخلقة التامة، عشان كان نفسي في بنت.
وقال لي وبعدين انت عليكي ندر، وفي الشهر السادس تعبت قوي والمفروض كان ينزل ومنزلش، كانت فترة متعبة. وجي يوم الولادة وانا نازلة قلت للطفل انت جيت غصب عني وتعبتني، لكن للأسف نزفت قوي في الولادة وتحولي 4 أكياس دم، وكنت مركبة درنقة وقعدت 21 يوم مش قادرة اتحرك. والتمريض اللي كان معايا قالوا لجوزي انها اتكتب لها ليها عمر جديد، لكن باسم ربنا وبركة وشفاعة القديس ميناس قمت واتحركت، وهو طلب مني ان انا انشر اسمه، اللي نفسه في اولاد هو هيبعتله، بس يسموا اسمه على اسم ميناس عشان هو عايز اسمه ينتشر. بركة القديس تكون مع جميعنا امين. لو اول مرة تسمع سيرة القديس ميناس المصري ابعتها للناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.